ها كيفاش بنينا مئات الالاف ديال الديور في سنين قلال. اجو نفهموا السكن الاقتصادي في المغرب. من الخمسينات حتى السبعينات الدوله كانت كتعتمد على لي لوتيسمون اللي كتجهز وكتخلي العائلات يبنيو ريوسهم بشويه بشويه. كانت كدوز الماء الضوء الزناقي وكتاثر بالبني العشوائي. في الثمانينات والتسعينات المغرب بدا كيبني احياء كبار باش يحل النقص في السكن. هنا فين دزنا من لوتيسمون مجهز لشقق مبنيه من طرف مؤسسات ديال الدوله بحال المؤسسات الجهويه للتجهيز والبناء والشركه المغربيه للتشارك العقاري. في 2004 كاع هاد الادوات تجمعوا في مؤسسه وحده اللي هي العمران. ثلاثه ديال البرامج زادوا الانتشار ديال هاد السكن في المغرب ولاو كيبنيوه المقاولين ديال الدوله والبريفي. مدن بدون احياء صفيح اللي بدا في 2004، المدن الجديده بحال تمسنا ولا تمنصوت اللي حتى هما بداو في 2004، السكن الاقتصادي اللي بدا في 2008 يعني برطمات ثمنهم محدود 14 مليون او 25 مليون. من المحفزات اللي كانوا كيتستعملوا الاعفاء من الضرائب وحتى توفير اراضي رخيصه. وإلا زدنا شرط البني ديال اكثر من 500 شقه في كل مشروع كنشجعوا بني كثيف كيتكرر وكيتبنى في الهوامش ديال المدن. الايجابي هو اننا وفرنا سكن لائق لمئات الالاف ديال العائلات. السلبي هو المدن البشعه اللي كيخلقوا فين كل شيء كيتكرر بلا اهتمام من الفضاء العام، بني رخيص ولكن الاحياء كتكون صعيبه السكنه فيهم. من 2023 الدوله بدلات السياسه ديالها ولاو كيدعموا مباشره الشاري عوض المقاولين. الاحياء بانينها الناس لدعم مباشر. السكن الاقتصادي كيورينا كيفاش السياسه كتشكل المدن ديالنا وعلاش الخطوه الجايه هي نحسنوا العيشه في هذه الاحياء.